انا وجهة نظري شايف ان احنا عايشين في العصر الذهبي بتاع العلم ومجانية العلم. بقى عندنا التعليم مجاني. كل دول العالم دلوقتي او اغلبية دول العالم، او على اقل تقدير الدول العربية اللي عندنا، بتخلي التعليم مجاني. بتخلي فكرة ان لازم الطالب اللي هو مخلص مرحلة الحضانة ينضم الى التعليم سواء مجاني او بفلوس. لكن موضوع التعليم المجاني قنن، خلاص بقى مقنن في العالم العربي كله او اغلبيه دول العالم كمان. بقى التعليم مجاني، بقى اي حد يقدر يخش مدرسه حكوميه يتعلم فيها، يتدرج في التعليم من اول ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه الى اخره. فحته مجانيه التعليم دي خلقت ثوره في مفهوم الذكاء العام. بقى اصبح بقى كل ما بين قرن وقرن مستوى ذكاء الافراد بيزيد 10 درجات في الاي كيو تيست. فغير كده كمان اصبحت المعلومه مجانيه دلوقتي في اليوتيوب. انت اليوتيوب ده مش ابلكيشن، مش تطبيق مادي او تطبيق بفلوس. تطبيق اليوتيوب مجاني 100%. تقدر باي سهوله توصل لاي معلومه من اي شخص، سواء كان متخصص او غير متخصص، او واحد بيشاركك تجاربه الشخصيه، او واحد بيديك خبرته الخاصه اللي على مدار سنين جدا بيختصرها لك في فيديو مدته 10 دقائق او ربع ساعه الى اخره. بقى التعليم مجاني. بقت سواء كان تعليم، سواء كنت انت بتتعلم تعليم في المدرسه او في الجامعه، او حتى بتتعلم تعليم خبرات الحياه او الثقافه او العلم او الفكر. بقى التعليم مجاني 100%. العبره مش بمدى وجود التعليم او المعلومات او العلم. العبره دلوقتي بمجهودك انت في تحصيل العلم ده. هل انت تقدر كل يوم تقعد لك على تقرا قرايه ثقافيه 4 ساعات وخمس ساعات وست ساعات، او على اقل تقدير ساعه واحده يتيمه تقدر تعملها؟ ولا انت ما عندكش خلق انك تقعد، وبس عندك خلقك واسع انك تلعب على الموبايل، او تقعد تعمل اي حاجه مضحكه تتفرج عليها، او تقعد تعمل سكرول على التيك توك او اليوتيوب شورتس؟ لا، العلم بقى مجاني دلوقتي 100%. سواء تعليم، التربيه والتعليم، مساله التعليم، او حتى الثقافه والعلم والفكر، بقى المعلومات مجانيه. العبره بقوه تحصيلها وقوه الاراده في تحصيلها.